السلام عليكم. بين حين وآخر يعمد الحاقدون إلى جرح مشاعرنا بالإساءة المتعمدة لنبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤذون قلوبنا بالسخرية من سيد الخلق أجمعين، وما علموا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لآبائنا وأبنائنا والناس أجمعين، وأنهم لو فعلوا بنا ما فعلوا لكان أهون علينا من استهزائهم في شأن المصطفى وجرحهم في عرض سيد الورى صلى الله عليه وسلم. فعذرا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنى للنفوس المريضة أن تذوق حلاوة ما جئت به من تعليم، وأنى للقلوب المغرضة أن ترى نور وجهك الذي أضاء الدنيا كلها. ولكن الحق سيدي أننا لا نعفي أنفسنا من التقصير، فقد قدمنا أسوأ صورة لديننا في هذا الزمن، ولم نتمسك بمكارم الأخلاق التي بعثت لتتميمها. ندعي محبتك ونحن أبعد ما نكون عن هديك وسنتك. تفور الدماء في عروقنا غضبا للإساءة لحضرتك، ولو صدقنا لفارت دماؤنا من أفعالنا نحن قبل أن تفور من أعدائنا، لأننا أول من أساء لصورتك الكريمة. إن أمتك يا سيدي يا رسول الله تهيم بك عشقا وتغضب لأجل شرفك وكرامتك، لكنهم قد ضلوا طريقهم نحو سمو أخلاقك وكريم خصالك، وتاهت بوصلتهم فلم يهتدوا بهديك، ولم بعثت من قلوبهم فيوض الرحمة والتسامح الذي فاضت به الدنيا في حياتك. يهب بعضهم للدفاع عنك بذبح من يسخر من مقامك الشريف، أو تتدنى أخلاقهم لمستوى عدوهم، فيشتمون ويسبون ويسخرون وهم يظنون أن ذلك يرضيك ويسعدك، ولو كنت فيهم حقا ما رضيت بذلك، وأنت من علم الدنيا كلها. كيف تصبر على الأذى وتترفع عن السباب والشتائم وتفوض الأمر لله في من ظلم واعتدى؟ ليتهم يا سيدي عاشوا بقلوبهم مع وعد الله لك: إنا كفيناك المستهزئين. فهل بعد كفاية الله من كفاية؟ وماذا تصنع أيدينا الفقيرة ما دام الله قد تكفل بنفسه بعقاب من يؤذي حضرتك؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ليتهم تأملوا قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن لتحلوا بالصبر والتقى إزاء سوء الأدب من غير المسلمين. ليتهم حين تضيق صدورهم ينصتون لتوجيه الله لحضرتك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتوجيه الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تكبدت يا سيدي مشقة الطريق للطائف لتدعو أهلها للنور، فقابلوك بالسباب والحجارة حتى سال الدم من قدميك الشريفتين. وحين جاء ملك الجبال بعذاب المستهزئين قلت: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. والله ما شهدت الدنيا كمثلك عفوا كريما يا سيدي يا رسول الله. 20 عاما أو يزيد وأنت تتلقى وأصحابك العذاب والتنكيل والتآمر،
والقتل على يد قريش. قتلوا من صحابتك الكرام ما قتلوا، وآذوك وسبوك ولطخوا جسدك الشريف بالقذر في حجر الكعبة، لم يراعوا عهدا ولا حرمة ولا نخوة ولا كرامة. ثم تدخل عليهم فاتحا منتصرا فترفع لواء العفو بدلا من رايات الانتقام، وتردد قائلا: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. حق على الدنيا أن تركع تحت أقدامك الشريفتين، إذ لم يشهد التاريخ مثل ذلك السمو والنبل أبدا منذ خلقت الدنيا، ولن يشهد إلى قيام الساعة. ولتفهموا الدرس يا أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة آنذاك عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين لم يدع فرصة للتطاول على ذاتك الشريفة بالسب والشتم والتحقير، وبلغ به الإفك أن يطعن في عرضك وعرض زوجتك الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل سجل القرآن الكريم إفكه واستهزاءه ليكون درسا للمؤمنين إلى قيام الساعة، حين قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. ولو كان أحدنا مكانك يا سيدي لما تحملت نفسه هذا القدر من الأذى، لكنك صاحب الخلق العظيم عفوت وصفحت، بل وأحسنت، فقلت لمن أراد قتله: نحسن صحبته ما حيينا. وحين مات أرسلت رداءك الشريف ليكفن فيه من آذاك وسبك، لعل ذلك يخفف عنه جزاءه عند الله تعالى، بل قمت وصليت عليه رحمة منك وعطفا. فأين نحن اليوم من سيرتك العطرة وقلبك العفو المتسامح؟ لقد صار إيذاؤك اليوم يا رسول الله مناسبة للتعبير عن ثوائر النفس، وميدانا للتنافس على إظهار الغضب، وسوقا للذبح والطعن وفصل الرقاب، وكل ذلك تحت شعار محبتك. وطريق المحبة واضح ومعروف، وهو اقتفاء أثر الحبيب والسير على طريقته، وما كانت طريقتك أبدا يا سيدي مع من يؤذيك بالقول أو الفعل إلا العفو والصفح والتسامح والترفع عن مقابلة السيئة بالسيئة، بل امتثلت قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكن نصيبكم من الغيرة على مقامه الشريف خسران أخلاقكم وتدني أقوالكم وأفعالكم وتحرير ثوائركم. لا تقلقوا على مقام كفاه الله تعالى، ولا تظنوا أن سعيا بشريا مهما كان كيده ومكره يستطيع أن يحط من شأن أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، فكل سعي ضد حضرته قد كتب له الفشل والخسران. لكن علينا نحن أن نكون للمصطفى صلى الله عليه وسلم أضلالا تتمثل أخلاقه فلنملأ الدنيا محمدا صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وشمائله، ولنرفع أصواتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولنكن كما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما تريد نفوسنا وثوائرنا. للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على العنوان التالي.